ممكن نتعرف بحضرتك؟ محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل. ممكن تعليق حضرتك في ظل احتجاز احمد ماهر والحمد لله النهارده خد اخلاء سبيل، الحركه هتواصل الضغط على النظام الحاكم في اسقاطه، ولا الحركه هتتم مثلا مراجعه حساباتها من اول وجديد؟ لا طبعا احنا ما بنراجعش حساباتنا اطلاقا. كل اللي بيحصل ده سواء للنشطاء او لاحمد ماهر شخصيا الهدف منه ترقيع الحركه وخليها تراجع حساباتها زي انت ما بتقول، لكن احنا مش بنراجع حساباتنا. احنا عندنا ثوره لم تكتمل، ثوره تم اختطافها فهنرجعها تاني. هنفضل مقاومين لغايه النهايه الى ان حاجه من الاثنين، ان هذا النظام يعمل لصالح البلد وده امر مشكوك فيه، واذا لم يحدث ذلك يتم اسقاط النظام فورا. واسقاط النظام حضرتك شايفه زي نظام مبارك بالسهوله مثلا، ولا بدرجه اكتر؟ لان الشارع دلوقتي منقلب ما بين يقول لك حكم الاخوان هم اللي بيحكموا باسم الدين، هم اللي هيطبقوا تطبيق شريعه ربنا، غير نظام مبارك. نظام مبارك الشعب المصري كان موافق عليه لان هو كان بيحكمه بالقمع. دلوقتي النظام الجديد بقى بيحكم باسم الدين. تعليق حضرتك بقى على طيب خلينا نفرق ما بين هذه الحاجات. رقم واحد، نظام مبارك كان بيعتمد في تدعيم حكمه على واحد القمع الامني، اثنين شبكات المصالح اللي كانت بتحكم بشكل كبير. نظام الاخوان اللي بيقويه عده امور. رقم واحد بعض مؤسسات الدوله اللي تم اخوانتها. رقم اثنين ان في جيش او ملايين من الناس بتدعمه عقديا او فكريا، بتدافع عن عقيده وفكر. النقطه المهمه جدا ان مرسي او نظام الاخوان سوق نفسه للقوى الثوريه على انه الامل الوحيد للثوره، وسوق نفسه للاسلاميين على انه هيطبق الشريعه. في النهايه لا هو طبق الشريعه ولا هو حقق اهداف الثوره، فهو خيب امل التيار الاسلامي وخيب امل الثوار، فبالتالي لا يصلح لهذا ولا لذاك ويجب اسقاطه. اما اليه اسقاطه فدي اللي هنختلف فيها كتير. هل اسقاطه كما اسقطنا مبارك؟ اعتقد ان احنا لو اتبعنا نفس الاليات اللي اتبعناها مع مبارك هيكون فشل. النظام ده محتاج اليات جديده، محتاج نفس طويل عشان نقدر نخلخله ثم نسقطه. في ظل حضرتك الايام المقبله حركه شباب 6 ابريل ممكن تيجي مثلا هي اللي هتمسك الحكم زي ما احنا بنقول الثوره لابد ان تحكم؟ الشعب المصري يقول لك دلوقتي طب بعد الاخوان احنا سقطنا النظام العسكري، طب دلوقتي لو اسقطنا الاخوان هنجيب النظام العسكري يا اما الفلول، يعني من حال لحال يا اما الفلول يا اما الاخوان. الشعب كله دلوقتي نفس نظام مبارك، طب وايه الحل او ايه البديل؟ هنلاقي مثلا في يوم من الايام ان 6 ابريل مهيئه نفسها اللي هي تحكم باسم الثوره، تحكم باهدافها لانها اول شراره. طيب خلينا نقول بس في 3 لاءات مشهورين جدا في الوقت الحالي: لا لحكم الفلول، لا لحكم العسكر، ثم اخيرا لا لحكم الاخوان. طيب البديل ايه؟ البديل مصر لم تنضج بعد، مصر فيها كبادي، مصر مليئه بالناس المخلصه. كل ده هيحصل لما نكون احنا وكل القوى الثوريه المخلصه هنكون البديل المخلص للبلد ده بجد. احنا في سبيل انشاء البديل الثالث او الطريق الثالث او التيار الثالث بالتحالف ما بين كل القوى المخلصه. ده في يوم من الايام قريب جدا هيعلن عنه وهيكون صادم بشكل كبير جدا للنظام. يعني الطلب اللي اترفع في ظل ايام مبارك، في ظل ال 18 يوم، في ظل اسقاط نظام مبارك، مجلس رئاسي مدني ممكن حضرتك يتفعل تاني ولا هيتفعل؟ هو مش شرط مجلس رئاسي مدني. المهم انا عندي حاجه، من يحكم فرد ام مجلس رئاسي مدني؟ مين اللي بيحكم؟ انا عندي اهداف وعندي ثوابت مطالب الشعب المصري يجب تحقيقها، سواء اختلفنا على الآلية او اتفقنا عليها، فالآليات هي وسائل لوصول الهدف. انا عندي هدف ان المواطن البسيط اللي راكب الاتوبيس في الحر ده يلاقي مواصله ادميه، يلاقي حد يشيل الزباله، يلاقي عيش، يلاقي الراجل اللي بيزق الكراتين هناك ده. حرام اللي احنا فيه ده بجد. المواطن النهارده البسيط هو اللي بيدفع ثمن الاختلافات، هو اللي بيدفع ثمن الاستبداد، هو اللي بيدفع ثمن القمع، فبالتالي كلنا لازم نشتغل عليه، كلنا لازم نوحد الياتنا. تعالوا نقعد على الترابيزه نعمل ورشه عمل، ايه الاليات المناسبه ونتفق عليها. تمام. في ظل الايام المقبله حضرتك انا عاوز اعرف راي حضرتك. انا عرفت او سالت يعني اشخاص كتير من الشعب المصري ومن القوى الثوريه، بقول لهم حكم الاخوان دلوقتي مصلحه للثوره ولا كان يجوا بعد الفتره دي؟
يعني حكم الاخوان دلوقتي مصلحه للثوره، لان احنا طلعنا من ظل نظام مبارك لظل النظام العسكري لظل الاخوان. لو الاخوان ما حكموش في الوقت الحالي وحكموا بعد كده كان هيبقى القمع اكتر ولا؟ هو المواجهه بين الشعب وبين الاخوان كانت مواجهه مبكره شويه، لكن هي مواجهه حتميه. حتى لو كان جه اي رئيس مخالف للاخوان المسلمين كانوا في يوم من الايام هنصطدم بالاخوان المسلمين. فكويس ان هي المواجهه جت بدري عشان نخلص وننظف الجروح اول باول بقى ونبدا تجيب فكره اللي الناس لازم تؤمن بيه ان الاخوان المسلمين هم جزء يتجزا من نظام مبارك. هم اول من عقد الصفقات مع نظام مبارك، فبالتالي اذا اردنا اسقاط نظام مبارك فيجب اسقاط نظام المسلمين، لان هم كنا لما كنا تعالوا معانا في 2008 كانوا بيرفضوا، تعالوا معانا في 2009 بيرفضوا، 2010 بيرفضوا، 2011 بيرفضوا، وهم في الاساس كانوا يطلعوا يقولوا احنا اخرنا دوائر لنظام لرؤوس نظام الحزب الوطني لوطنيه الناس دي. هو مين اللي كان بيتعامل مع الفلول؟ احنا ولا هم؟ مين اللي كان بيدخل انتخابات على قانون؟ احنا ولا هم؟ فبالتالي المواجهه كانت حتميه، المواجهه جت مبكره بعد الشيء مفيش مشكله، ولكن كل ده في سبيل الشعب المصري على عد المواجهه، والمنتصر في النهايه يكون الشعب المصري. يعني في ظل الايام المقبله ان شاء الله هنلاقي تحركات 6 ابريل لاسقاط نظام مبارك ثم نظام محمد مرسي اللي هو جزء لا يتجزا من نظام مبارك، ولا هنرجع برضه لسنتين ورا اللي احنا نسقط اسم او نسقط رمز اللي هو محمد مرسي فقط والنظام ما زال سائد؟ طيب الدين الاسلامي علمنا لا يلدغ المؤمن وجحر المرتين، وانت بقالك سنتين ونص فاتح صدرك للقصاص، اذا انت مؤمن وانت عارف ان انت لو لا قدر الله حصل لك حاجه هتلاقي عند ربنا الافضل، انت مش هتتلدغ لا انت ولا انا ولا الثوار هنتلدغ من الجحر مرتين. اهدم ونظف وابتدى ابني. اياه ان احنا نبني تاني على التظاهر، احنا بنينا على التظاهر بس للاسف ما كانش عندنا الخبره، صدق اللي جاي افضل كتير جدا لينا وللبلد واللي جاي اسوء على الاخوان، والاخوان هيشوفوا مفاجآت قاسيه جدا الايام اللي جايه. تمام. حضرتك مقوله شهيره جدا بتاعت زكريا عزمي، الفساد في المحليات بقى الركب. في ظل شباب الثوره لو عاوزين ينظفوا البلد بجد حضرتك تنصحهم ان هم يدخلوا المحليات ولا ما يبقاش ليهم علاقه بالسلطه، يبقى شغل شارع فقط لا غير؟ تمام. بمناسبه مقوله زكريا عزمي، انا مش قادر اتنفس من الفساد، الفساد وصل للانف. تمام؟ وانا شاهد على ده. حاجه ثانيه، اذا اردت ان تغير البلد فابدا من القاع اللي هو المحليات. لازم كلنا ننزل المحليات، مش ننزل لمناصب، احنا ما عندناش مناصب يا اخوانا. اي حد بيتولى سلطه في البلد دي وبيتولى مسؤوليه هو خادم اجير عند الشعب. محمد مرسي ده بيشتغل عندي، اذا ما اشتغل بناء على العقد وفى بالعقد، اهلا وسهلا، ما وفاش بالعقد يمشي. لو انا شغال عندك في شركه مش في عقد بيني وبينك؟ تمام. لو انا الموظف اخليت بالعقد ده هتقعدني ولا هتمشيني؟ لا، في قانون هيتاخد ضدك. تمام صح؟ مره واثنين وثلاثه. طب انا بقى كبرت دماغي هتعمل فيا ايه؟ بعد كده هيتم الاستبعاد. شكرا. ما ينطبق عليك كموظف انت كمحمد مصر، فبالتالي لابد في العمل في الشارع، لابد من تجربه المحليات دي مهمه جدا. اي قوه سياسيه عايزه يبقى لها ثقل سياسي تبدا بالمحليات. ممكن حضرتك توجه كلمه للشعب المصري اللي هو رجع يقول يعني ايام مبارك ارحم من دلوقتي، الشعب المصري دوت ما يحكموش غير الكرباج، حضرتك ممكن توجه لهم كلمه تقول لهم ايه؟ الشعب المصري نزل احتفل يوم 11 فبراير بتاع مبارك، طالبين منه ان هو يساعدنا في المطالبه بتحسين احواله. كل اللي احنا طالبينه ان المواطن المصري البسيط يلاقي حياه شبه حياه البني ادمين، مش حياه ادميه ولا حاجه، حياه شبه حياه البني ادمين بس. فالشعب المصري زي ما صدقتنا الاول صدقنا في الثاني، صدقنا في الثالث، كل الناس غيرت موقفها الا احنا. فاكيد مهما يقولوا من ادعاءات اكيد في النهايه هتصدق الاصلح والاصلح.